السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة انا بقالي فترة ما صورتش معاكم. فالنهاردة بقى كده قلت نصور كده فيديو حلو، وان شاء الله تستفادوا منه. هنعمل فيه ان شاء الله شوية قلقاس حلوين جدا اللي انا كنت مفرزاهم معاكم، وهنعمل كمان رز بشعرية مفلفل وطعمه حلو جدا، وهنعمل كمان كباب حلة. هنعمله بطريقة حلوة وبطريقة بسيطة جدا، وإن شاء الله يعجبكم وهتجربوه وإن شاء الله تقولوا رأيكم. جبت بقى هنا، هنعمل الأول كده كباب الحلة. جبت كده طاسة أو حلة أيا كان اللي انت هتعملي فيه. هنولع النار وهنخلي النار عالية، هننزل بمعلقة سمنة ومعلقة زيت. وطبعا أنا مقطعة اللحمة قطع صغيرة، مش هنقطعها طبعا قطع كبيرة يعني. أول القطع اللي انت حابة، عايزاها صغيرة عايزاها كبيرة زي ما انت حابة. نسمي الله كده وتعالوا نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبتدي الفيديو كده معانا ونشوف هنعمل ايه. بصوا، جبت طاسة كده على النار أو صينية أو حلة زي ما قلت لكم. هنقطع اللحمة قطع صغيرة أو أي قطع أنت حباها. هننزل بمعلقة سمنة ومعلقة زيت، وطبعا النار عالية. أنا عايزة اللحمة أحمرها كأننا بصوا زي ما انتوا هتشوفوها دلوقتي. نزلت بقطع اللحمة، القطعة اللي انت حباها. ده كان نص كيلو بس لحمة. حابة بقى تضاعفي المقادير مفيش مشكلة، على حسب ما انت هتعملي. نزلت باللحمة والنار عالية، مش هنهدي النار الوقت خالص. خلي النار عالية عشان انا مش عايزة اللحمة تنزل سوائل نهائي دلوقتي. انا عايزاها تتحمر وتبقى لونها واخد اللون الذهبي كده، ويكون لونها حلو. تمام. شايفين ما نزلتش معايا ولا نقطة مية، وخدت لون زي ما انتوا شايفين كده. ليه؟ لان الحلة او الطاسة معايا كانت سخنة جدا، والزيت كمان كان سخن جدا، ونزلنا على نار عالية، فعمرها ما هتنزل معاكي مية. معايا بصلتين كبار قطعتهم جوانح زي ما انتوا شايفين كده. حابه تقطعوهم مكعبات، عايزه تقطعوهم زي ما انا مقطعاهم زي ما انت حابه. هنضيف 3 حبهات من الحبهان، وهنضيف معلقه من البابريكا المدخنه، تحفه جدا جدا، جربوها. بس قولوا للعطار عايزه بابريكا مدخنه، ريحتها وفي الاكل وطعمها حلو جدا. وهنضيف نص معلقة صغيرة من بهارات السبع بهارات، وكمان ربع معلقة صغيرة من بهارات مشكلة، وكمان نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وورقتين من اللورة. وهقلب كويس، وههدي عليها بقى النار كأننا بنردد الرز. شفت كأنك سويت الرز خلاص كده وهديت عليه خالص عشان يتردد. هو بالشكل ده. شايفين بقى لون اللحمة عامل ازاي من قبل حتى ما تستوي؟ ما شاء الله. هنعمل بقى هنا شوية القلقاس على ما اللحمة تستوي. معايا هنا شوية شوربة، هغليهم كويس على النار. وبعد كده هننزل بالقلقاس. القلقاس ده انا كنت مفرزاه معاكم في فيديو تفريزات قبل كده. وهننزل بعصرة ليمونة على طول اول ما ننزل بالقلقاس. تمام. وبعد كده عشان بس ايه ما يعملش يعني ما يمطش بقى والكلام من ده، ومش بيبقى لطيف. فهو ايه، فانت تنزلي بالليمونة على طول هتمنع الكلام ده خالص. وكمان الخضرة كنت مفرزاها معاكم مع القلاش. شايفين ما شاء الله لون القلقاس حلو جدا، هتشوفوه دلوقتي. وكمان ما اخدش معايا وقت خالص، كلها 10 دقايق، وكان القلقاس مستوي وحلو جدا. احلى حاجه بقى ان انت مفرزه كمان الخضره بالثوم، محمراه ومفرزاه. انا كنت عامله معاكم الفيديو، هتلاقوه موجود على القناه لو انت اول مره تشوفيني. وما خدش وقت. شايفين هتطلعه من الفريزر هتعمله على طول لو انت بتشتغلي او كده، فهينجز معاكي وقت حلو. وكمان ما فيش وقت خالص، هتطلعي تعملي على طول. اول ما يغلي معايا كويس زي ما انتم شايفين كده، ههدي النار خالص عليه وهسيبه يستوي 10 دقايق بالظبط، وكان القلقاس معايا مستوي وكان زي الفل. وهنا اللحمه انا مهديه عليها النار جدا جدا زي ما قلت لكم، كاني بردد رز. شايفين انا سويت اللحمه ما اخدتش مني نقطه ميه. السوائل دي هي منزلاها من البصل ومن اللحمه، لكن انا ما ضفتش ولا نقطه ميه. هي لو نشفت معاكي شويه ولا حاجه واحتاجت ميه، ضيفي ربع يعني ربع كوبايه مغليه بربع كوبايه. ما تضيفيش كتير على طول. تمام. كده القلقاس معايا استوى وبقى زي الفل 10 دقايق، وكان مستوي ما شاء الله. شايفين لونه؟ شايفين والله العظيم بجد عامل زي الزبده، حلو جدا. ضفت معلقه كده من الكزبره الناشفه، بتديله طعم حلو جدا. قبل ما تقفلي على طول، وانت بتقفلي قومي تضيفيها وتقلبي تقليبه وتطفي على القلقاس خلاص. طبعا اللحمه لسه مهديه عليها، سايباها براحتها جدا.
عشان انا مش عايزه اضيف لها اي ميه. وتعالوا نعمل بينا شويه الرز بشعريه حلوين قوي. حابه تعملي رز ابيض، حابه تاكلي اللحمه بعيش، حابه اللي انت حابه اعمليه. انا بس بوريكم الفيديو بتاعنا النهارده تستفادوا منه ان شاء الله. حمرت كده الشعريه وبعد كده نزلت بالرز. طبعا انا غسلته ونقعته، سبته منقوع حوالي نص ساعه. هفضل اقلب بقى في الرز مع الشعريه كويس جدا جدا لغايه ما اشوحهم كويس تمام. وبعد كده هننزل بالميه وهننزل بالملح، نظبط الملح بتاعنا. واول ما الرز يتشرب ههدي عليه النار خالص، وهتشوفوه الوقت معايا ازاي هو مفلفل وجميل جدا. هشوح فيه بس كده حوالي دقيقتين ولا حاجه لغايه ما يتشوح كويس. هنزل بقى، نزلت بالميه كده وظبطت القعد بتاعنا ونزلت بالملح، وهغطي بقى على الرز لغايه ما يستوي. ما شاء الله الرز مستوي وكمان مفلفل جدا، شايفين؟ اللهم بارك. الف هنا يا رب. الرز مستوي حلو جدا ومفلفل زي ما انتم شايفين، مش معجن ولا اي حاجه. اهم حاجه اظبطي القعد بتاعك والرز يبقى معاكي تمام، ونقعيه حوالي نص ساعه ولا حاجه. كده خلصنا الرز وكمان عملنا القلقاس بالشكل ده، لونه ما شاء الله تحفه جدا. وكده اللحمه استوت وضفت لها الملح بتاعها وظبطتها ما شاء الله. مش قادره اقول لكم ريحتها عامله ازاي، حلوه جدا جدا. يا رب الفيديو بتاعنا يكون النهارده عجبكم. متنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتي. ويا رب النهارده تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعنا، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.